فاكرني بلعب؟ ايه ده؟ كل حاجه متجهزه. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. طولنا غيبه الرياكتات، ولكن اعرف ان انا لما برجع على هذا المكتب في حاجه شفتها ما عجبتنيش. حد اتفرج على برنامج هاديه غالب في منصه ما جديده، عامله برنامج عن يومياتها وقصه نجاحها. كل الدعم استاذه هاديه من اول المايوهات لقصه النجاح. اتفرجت على فيديو اتبعت لي كتير جدا من ناس كتير، يعني ما اعرفش ليه انا حسيت ان انا اتظلمت. يعني انا لما شفت الفيديو ده حسيت ان في حاجه غلط. فخلينا متفقين ان انا عندي نوعين من انواع التربيه. الدكاتره بيقول لك في تربيه حديثه، في تربيه مش حديثه. انا جيلي اللي هو التسعينات اواخر الثمانينات ما لحقش الحديثه للاسف، فكان في طرق للعقاب حاولوا يطوروها واحده واحده. عملوا حاجه اسمها نوتي كورنر، وبعد كده دخلنا في الحديث. انا جبت لك ايه؟ جبت لك خط سير التربيه. فتعالى نتفرج مع بعض على الاستاذه هاديه عملته كده. يعني احنا هندردش مش بنهجم على حد، يعني لعل وعسى ترضى عننا وتدي لنا مايو من ابو 500,000 جنيه. هادية لازم تدخليني معاكم في الموضوع ده في الجروب، علشان في ترتيبات كتيرة لازم اعملها. بصوا يا شباب، كبدايه الاستاذ اللي قاعد لابس قميص بينك هو ابو هاديه غالب، وهذا الاتيتيود ليس بابوي. يعني اللي حضرتك استاذ غالب انت فيك حاجه، في حاجه مضايقاك او ممسوك عليك ورق، مرفوع عليك حجر، في اي مبرر يخليك بهذه الطيبه وهذا الهدوء الانفعالي؟ يعني انا ما شفتش اب بيطلب كده بصراحه. واضح ان هم عندهم حاجه، مثلا في ايفنت، في جروب واتساب عليه اتفاق، فيحضرني هنا. مره عملنا جروب واتساب عشان نتفق هنأجر فين في الساحل. السفريه كلها اتلغت. ليه؟ عشان ما دخلناش بابا، عشان الجروب ما فيهوش بابا. مش انا اللي هدفع، مش انا صاحب البيت، مش انا اللي جايبكم. بتعملوا جروب من غير هو انا اخر من يعلم. احنا عندنا جمله شهيره جدا في البيت اسمها هو انا اخر من يعلم. طب اقعدوا بقى اتفقوا انتوا، اتفقوا وانا قاعد تحت. السفريه كلها اتلغت. ففكره ان حضرتك في جروب واتساب وانت بهذا الغلب قاعد بتقول لها هاديه ارجوكي دخليني في الجروب، اتمنى ده يكون سكتش. استاذ غالب كشر عن انيابك. انت اب مصري ولا انت مش مصري، ولا هي معاها باسبور تاني هتسجنك في حاجه احنا مش فاهمينها يا استاذ غالب؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا بقالي 30 سنه بقنع ابويا يخبط على بابي يقول لي ده بيتي انا اللي جايبه، مش انت بتستأذن تدخل جروب؟ هو في جروب من غيرك وانت قاعد تتفرج؟ نكمل. المفروض هنا هاديه يعني لم الدور. ابوكي عايز يخش جروب، انت عملت جروب ونسيتي تحطيه اكيد، فلم الدور. نسمع هاديه بتقول له ايه. جروب ايه؟ الجروب بتاع الايفنت انا لسه ما اعرفش عنه حاجه. انا حتى هذه اللحظه مفترض حسن النيه. بتقول له جروب ايه؟ فهي اكيد ناسيه ان في جروب. يعني هي مستغربه ان معلش يا هاديه بسيطه نلم الدنيا وندخله عادي. اعمليه ادمن كمان عشان يعني تمام. عايز تعرف في ايه؟ نكون جهزنا كل حاجه. انا بجهز. انت فاكرني بلعب؟ استاذ غالب انت في زله ممسوك عليك؟ ايه ده؟ وايه هو الجروب؟ ما انا بجهز، انت فاكرني بلعب؟ في هذا الموقف الجميل يحضرني الاسبوع اللي قبل اللي فات كانت جنه بنت اختي كانت بتتفرج على اليوتيوب وحنان ندهت لها فهي ما ردتش. حتى هذه اللحظه بندور على جنه. يعني حتى هذه اللحظه احنا دايما بالتناوب في اتنين في الشارع بندور على جنه. خلاص انا مش عايزاكي، هسربك. انت ما بترديش على امك باحترام مع السلامه. اصل انا اختي برده ما بتؤمنش بالتنميه الحديثه والكلام ده. طب انا بجد بحاول اتخيل بابا مثلا بيسالني على اي حاجه، بيسالني وانا بلعب بتعمل ايه؟ فقلت له بلعب. ولا هو انت فاكرني بلعب؟ انا خيالي يعني الميتافيزيكس مش قادر اتخيل. حضرتك كنت بتخش بيتنا واحنا صغيرين في شبشب كده شبه ده، مع احترامي طبعا يعني شبه ده، بيبقى طاير كده زي الدرون في البيت، لو غلطت ينزل يسكعك على قفاك. استاذه هاديه انت ما طردتيش من بيتكم ابدا يا استاذه، ما اتحبستيش في اوضه، ما قعدتيش 4-5 سنين من غير موبايل عشان رد وحش. استاذه هاديه ما بنردش على ابهاتنا كده، ما ينفعش. نكمل. كل حاجه متجهزه واوريدي جالنا 40 واحد جاي وعاملين اي مكان صغير قوي. لا مش تتكلمي في 30 متر. لا مش صغير، هي بارتي 30 متر صغير على بارتي، 30 متر صغير على بارتي. حضرتك انا مستكترين عليا الاوضه دي عشان اصور فيها. شوف الاوضه دي قالوا كتير عليك، خد لك جنب لم اضاءاتك وتصويرك والباقي احنا في منشر غسيل هنا. حضرتك في منشر غسيل مستقل 30. استاذ غالب انت كده هتشككني فيك بجد ان انت قراراتك مش حكيم. احتفل معاكم، ممكن احتفل معاكم، ممكن نبقى 41 شخص. خلونا نكمل. بابي والنبي يا بابي ما تتدخلش في الماركتنج. بابي والنبي ما تتدخلش في الماركتنج. انا بحاول اتخيل، يعني مش عارف اقول لكم ايه بجد. يعني انا زمان ايام ثانويه عامه انا جايب 97.6. فمره وانا بذاكر بابا قال لي مش يعني كان عنده تعقيب على طريقه مذاكرتي او على ان انا بضيع وقت وكده يعني. فقلت له ما تقلقش انا عارف انا بعمل ايه، وكان قصدي ان انا اطمنه. قال لي طالما انت عارف انت بتعمل ايه وشاطر، كنت بتعمل على نفسك ليه وانت صغير؟ كنت هتتخبط بالعربيه ليه وانت في الحضانه وانت بدا يجيب لي حاجات يعايرني بيها من وانا بيبي في اللفه، عشان بس قلت انا عارف انا بعمل ايه. يا جماعه في طريقه معينه بنكلم بيها الاباء المصريه، في بروتوكول بنكلم بيه الاب المصري. ايه ده؟ انا بس قلت لابويا بس
انا عارف انا بعمل ايه. قضيت يومين في المسجد جنب البيت تحت، انزل مش عايزك دي مش تربيه حديثه، ده كده غلط يا جماعه. استاذه هاديه انت انفلونسر وكل الناس بتبارك لك على اي حاجه بتعمليها، ما اعرفش ليه في نشء صالح بيتفرج عليك هيكلموا ابهاتهم كده. طبعا اي بيت عادي لو كلم ابوه كده العيل هيتعلق من ضوافر رجليه، فانت بتعرضي الناس ان هي تتعرض لعنف اسري مبرر، وهيقعدوا يقولوا قلدنا هاديه قلدنا هاديه. ما هو ده انت كده مش هاديه، انت كده مش هاديه. استاذ غالب انت طيب ليه؟ استاذ غالب انت ايه قصتك؟ انت مقفوش؟ قول لي مقفوش في حاجه؟ ما هو الطيبه دي مش طبيعيه، انت مخبي علينا حاجه في الاخر. اي حاجه تخص الماركتينج هي قويه جدا في الموضوع ده، حاجه بتاعتها. استاذ غالب حضرتك موقفك ضعيف لدرجه ان المانيكان اللي جنبك مش مصدقاك، يعني انا عامله كده. انا اوريدي ستريس انف ان انا اقعد اشرح لك انا بعمل ايه. هي هنا بتقول له انا ستريس انف ان انا اشرح لك. يا جماعه دي انت ابوها ولا دي تمثيليه وانت دور يعني زي الاستاذ حسن حسني وفي الاخر في مخرج؟ عشان ده مش بيت مصري. لا حطيني بردك في الجروب من فضلك عشان بس اطمن. هو قال من فضلك الكلمه دي انا لو سمعتها انا خلاص انا مش عايز حاجه ثانيه. انا لو حد قال لي في البيت من فضلك انا تمام، مش عايز حاجه، مش عايز حاجه. لا هحطك ليه؟ ده ايفنت في الماركتنج، انا ماسكه الماركتنج بالكامل. انا مطلوب مني احضره؟ يا حاج يا حاج ايه اللي انا مطلوب مني احضره يا حاج؟ انت اللي بتطلب، انت اللي بتأمر يا حاج. يا حاج انت على دماغنا، انت صعبت عليا يا حاج. انا ابويا لو شافك هيتنرفز ويأذيني انا بسبب اتيتيودك انت. ايه رايك؟ ايوه. طب ازاي هحضره وانا مش عارف ايه اللي بيحصل؟ هو انا بس عايز اسال، هو الناس اللي حواليهم اللي قاعدين بيعملوا كده دول مش مستغربين السيتويشن؟ يعني ده عادي انتوا كمان في البيت كده؟ هل ده مجتمع موازي؟ انتوا مش مستغربين ليه زينا؟ انت عايز تدخل في الجروب ليه؟ اي حاجه في مصر لازم اعرفها. هو انتوا بتشتغلوا في كام بلد؟ يعني ايه اي حاجه في مصر؟ هو انتوا خدوني معاكم، احتفل معاكم، اسافر معاكم. انا اللي ببيع، انا اللي بجيب الفلوس. دونت مايكرو مانج مي. انا السي اي او. انا سي او ودونت مايكرو مانج مي. كلام اتش ار بينك وبين ابوكي. انت عارفه ان دي اقصى حاجه ممكن تنرفز الاب المصري، ان انت تقولي له كلام ما يفهموش. انت فاهمه انت بتعملي ايه كده؟ انت متخيله ايه هيطلع لك ورنينج ليتر؟ هو انتوا ما عندكوش خراطيم؟ ما عندكوش خراطيم كنتوا بتضربوا بيها وانتوا صغيرين؟ ولا اخوات كبار يضربوكوا بدل ما ابوكوا يضربكوا؟ ايه ده؟ انت حاسه بالامان قوي كده ليه يا استاذه هاديه؟ الراجل ده طيب كده ليه؟ هو في ايه؟ انا فايتني حاجه؟ وبعدين انت قدنا، يعني المفروض ان انت على ايامك ما كانش في تربيه حديثه. اشمعنى انا؟ ده انا كنت اصغر اخواتي، انا كان كل واحد معدي بيديني على دماغي. ايه اللي جرالنا؟ انا بحاول اساعدها على قد ما اقدر، عندها بريشرز كتيره قوي، فببقى خايف عليها كأب ان البريشر يبقى جامد فتتعب. يعني انت مش هو انت مش وظيفتك تحط لها بريشر؟ احنا ليه هنكسر التقاليد؟ ما معروفه الاب المصري بيحط بريشر على الولاد عشان امال هتعلم البريشر فين؟ من مديري؟ ما انا لازم اطلع. هو احنا اتربينا غلط؟ نكمل. حاضر يا بابي هدخلك في الجروب. ثانك يو. انا بس يعني مش عارفه اقول له ايه، اللي هو سيبني بقى اشتغل، سيبني في حالي بقى. بس كفايه كده كفايه كده. بصوا يا جماعه انا عندي نقطتين. الاب اللي بيساعد بنته في شغلها وهي ليها راي معين في شغلها، وانا مع فكره ان الاولاد يعني ياخدوا الحريه يشقوا طريقهم وكل حاجه. وعندي حاجه تانية اسمها ان انا بكلم ابويا، ففي احترام للاب. مش عايزين باي تايم يبقى حاجه مش موجوده. يعني لو بنت صغيره عندها 7 سنين بتتفرج وراحت لابوها كلمته كده، هل استاذه هاديه انت متوقعه ان احنا هنضحك ونقول داينامكس؟ يا جماعه الاتيتيود ده مش مرحب بيه في مجتمعنا. انا اتنرفزت. هو ايه البرنامج ده اصلا؟ ممكن حد يقول لي ما هذا البرنامج؟ يعني البرنامج ده بيتكلم على ايه بقى؟ في مايكرو مانج وفي سي اي او، في حفله 30 متر مربع انا مش موجود فيها، وفي حاجه جوه مصر انا مسؤول عنها. اذا في حاجه بره مصر انا فين من هذه الليله؟ انا ايه؟ حضرتك يا حاج غالب يعني ده. السلام عليكم يا جماعه، السلام عليكم.